عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. جايه لكم فيديو من اكتر الفيديوز اللي انتوا بتحبوها، وهي الموضات. موضه بقى العفش والمطابخ والدهانات وكل الحاجات اللي في البيت دي. هنتكلم النهارده عن موضه الانتريهات بتاعه 2024 2025. يلا بينا نبدا الفيديو. الانتريهات السنه دي طلعت بترند مختلف عن الثلاث اربع سنين اللي فاتوا، اللي الحاجه فيهم كانت ثابته. كان ثابت اشكال الانتريه ايه هي، كان ثابت الوانهم، كان ثابت ستايل البيت. بقالنا فتره كده والناس كلها بيوتها بقت شبه بعضيها. وفيديو النهارده مش معناه ان انت الانتريه بتاعك مش حلو، او عفش بيتك مش حلو، او قديم، او ان انت تنزلي يلا تروحي تغيريه، او تنكدي على جوزك وتقولي له غيري الانتريه بتاعي. لا، مش فكره الفيديو كده خالص. فكره الفيديو ان انت حتى لو الانتريه بتاعك موجود، ان انت تبقي عارفه ايه الموضه بتاعت السنه دي، او ان انت تفكري ان انت ممكن تغيري كوشنز فيه بسيطه تبقي ماشيه مع الموضه، ممكن تغيري ترابيزه، ممكن تغيري حاجه في الديكور، او ان انت ما تغيريش حاجه خالص بس تبقي عارفه الدنيا حواليكي وصلت لايه. ولو انت لسه اصلا ما جبتيش الانتريه او ناويه تجددي بيتك، هتستفادي جدا من الفيديو. يلا بينا. الانتريهات السنه دي لعبت على كذا اتجاه. اول حاجه لعبت عليها وهي الالوان بقت في الانتريهات محايده لابعد الحدود، بقت اوف وايت، بيج، هافان، شامبي، الدرجات الفاتحه بتاعت البيجات كلها. لسه الجراي معانا والزيتي بس بنسب بسيطه قوي بتدخل فيها في الانتريه بتاعك. يدخل مثلا في كوشنز، يدخل في جزء من الانتريه، وده كله هنشوفه مع بعض في بقيه الفيديو. بس ما بقاش جزء كبير، ما بقاش الانتريه كله لونه زيتي، ما بقاش الانتريه كله لونه جراي. ده ما بقاش موجود قوي معانا السنه دي. وزي ما قلت لكم، مش معنى الانتريه بتاعك جراي، كشمير، اي درجه نبيتي، اي درجه. انا مش هقولها او ما قلتهاش في الدرجات دي ان هو وحش، لا خالص. انا بتكلم عن حاجه ترند بتاعت السيزون. فزي ما قلت لكم، بيج، هافان، شامبين، درجات البيج كلها اوف وايت. كل ما الدرجه كانت محايده وفاتحه ومش مفهوم ايه هي، كل ما كانت ترند السنه دي. الماتيريال بقى السنه دي الجوكر، وهي الكتان على قطن، اللي هي الفروه بتاعتها او الوبره عاليه شويه، ففي ناس بتسميها باندا، في ناس كل شركه مطلعه عليها اسم، بس انا هوريكم صورتها عشان تبقوا عارفين شكلها ايه. ودي هي الترند السنه دي في الماتيريال بتاعت القماش. بس برضو الكتان مازال معانا، الكتان على قطن معانا، حتى القطيفه مكمل معانا. بس نختار الماتيريال على اي اساس. اهم حاجه حاليا، لان احنا هنختار درجات فاتحه جدا زي الالوان اللي انا هوريها لكم، فاحنا لازم نختار حاجه ما بتبقعش، او بمعنى تاني ما بتشربش الميه، مقاومه للميه يعني ومقاومه للبقع. فنختار ماتيريال نتاكد كويس جدا انها من الماتيريال الترندي اللي طالعه مقاومه للميه ومقاومه للبقع. خلي بالنا انها مقاومه مش ضد الحاجه، يعني هي وارد جدا تتبقع، بس هي بتقاوم البقع وبتقاوم الميه، فهي مش بتتوسخ بسهوله. شكل الانتريه بيكون ايه الترندي السنه دي والسنه الجايه، وهي الكيرفات. كل ما الانتريه كان فيه كيرفات، كان فيه زوايا مش حاده، كل ما كان ترندي اكتر. ونفس الكلام بيتقاس على الركنات كمان بنفس الدرجات اللي قلنا عليها في الانتريهات ترندي، وكمان بنفس الكيرفات. طيب الكوشنز نختارها على اي اساس؟ الكوشنز بتاعتنا يفضل ان هي تكون منقوشه شويه، بس نقشه خفيفه جدا، ومن نفس الماتيريال. ما نجيبش ماتيريال للكوشنز مختلفه عن قماشه الانتريه نفسه، ولو فيها نقشه تبقى نقشه بسيطه. طب لو احنا مش حابين الانتريه كله يكون بيج، جراي، الالوان دي، ممكن ندخل بدرجات محايده برضو، يعني ندخل بزيتي بس داستي، الزيتي المطرب، ندخل بجراي بس الجراي الهادي، ما ندخلش لون فاقع ومطرقع مع اللون البيج عشان مش هيكون احلى حاجه. طب ينفع ادخل اسود وابيض؟ الاسود وابيض الوان كده كده بتمشي مع كل الالوان المحايده، فممكن ندخلهم عادي. نيجي لثالث نقطه وهي الترابيزه. ترابيزه الانتريه او ترابيزه الركنه نختارهم على اي اساس؟ ما الانتريه كله زوايا، هنحط ترابيزه مربعه ولا مستطيله ولا شكلها ايه؟ الترابيزه برده هتكون كيرفات. كل ما الترابيزه كانت ما فيهاش زوايا حاده او مستقيمه، كل ما هتمشي مع الانتريه بتاعك اكتر. زي ايه؟ ممكن نعمل ترابيزه مدوره، او نعمل ترابيزه فيها اشكال عشوائيه كيرفات زي الصور دي. وكمان ممكن نعمل كذا قطعه. طالع موضه قوي ان احنا نعمل ترابيزه الانتريه ما تكونش قطعه واحده. وكمان ممكن نخلي الترابيزه متنجده من نفس ماتيريال ولون الانتريه بتاعنا. طب الانتريه رجوله وتفاصيله تكون ستانلس ولا خشب؟ الخشب هو الترندي معانا من السنه اللي فاتت والسنتين الجايين. الستانلس اوكي كان موضه، بس مش مكمل معانا للسنين اللي جايه. كل
ما الانتريه زادت قطع الخشب فيه وبقت باينه وواضحه كل ما كان ترندي اكتر. الخشب ترندي معانا في السنتين دول بدرجاته والوانه، ان هو يكون ظاهر وباين في سفره، في انتريه، في اوضه نوم، في المطابخ. هنلاقي درجات الخشب هي اللي مكمله معانا وترندي قوي معانا عن الالوان الابيض او الاسود اللي كانت موجوده السنين اللي فاتت. اخر حاجه بقى عايزه اقولها لكم وانتوا بتعملوا الانتريه بتاعكم، وبالذات لو المساحه صغيره، السنين اللي جايه هيكون الانتريه ليه كذا استخدام وكذا فك وتركيب. يعني ايه؟ يعني زي الفيديو ده كده، ممكن الانتريه يتركب جنب بعضه ويكون كنبه كبيره، وممكن يتفك من بعضه ويكون كنبه وكرسيين، وممكن يبقى كنبه وباف، وممكن كمان يتعمل ركنه. السنين اللي جايه بقت الحاجه كستمايز بطرق كتير جدا تسهل علينا الحركه وتسهل علينا العيشه. مش لازم يكون ليه شكل واحد ثابت تقليدي، لا، ممكن نحركه بكذا استخدام. عايزين نخليه ركنه ال شيب، عايزين نخليه انتريه، عايزينه يبقى كرسي وكنبه عادي برضو. بس كده، ده كان الفيديو النهارده. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير، واستناكم الفيديو الجاي.